سيداتي وسادتي، هذا النادي الافريقي اذا قال فعل. هنا العقلية، من تتسيد المشهد والصورة، من تتسيد تونس من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، مرورا بالعاصمة باب جديد الصباغين. تونس تلبس ثوب الذهب، ثوب الفرحة، الثوب الأحمر والأبيض. مبروك للنادي الافريقي قلعة الشموخ والعز، مبروك للأبطال، مبروك للإدارة والجمهور العريض. من رحم المعاناة يولد الأمل، يولد النجاح، يولد الأبطال. الافريقي ذا هيبة لا تكسر، كبرياء لا يسقط مهما كانت الضربات. 2026 عنوان لعنفوان النادي الافريقي وسطوته ورفع رايته. لقد أشرقت شمس باب جديد لتحجب ظلام وغيوم. عودة الإفريقي لمنصات البطولة والتتويج هي عودة الحياة للدوري التونسي، هي عودة المنافسة الشرسة والقوية. عاد من جديد، عاد شيء من الزمن الفاخر، من المتعة البصرية الكروية. عادت أيام الفرجة والمتعة لأصحاب السعادة. عاد الكبير وعادت معه فرحة شعب النادي الإفريقي. أوه يا عالم، الإفريقي برشا أسرار، غياب فراغ وعودته اكتساح. صيف 26 بعنوان بيريبي والبطولة الإفريقي. هنيئا لجميع منتسبيه بهذا الدرع، بهذا اللقب، بهذا التتويج، بهذه الفرحة المستحقة. تستاهلون فرحة كبيرة جدا لقلعة الشموخ والعز، قلعة النادي الافريقي مع جماهيرهم في انتظار اللحظة الحاسمة واللحظة التاريخية. ورفع نسر البطولة عاليا هنا في سماء رادس. انها اشتاقت الى باب جديد، اشتاقت الى الافريقي، اشتاقت للحمراء والبيضة. نعم، مراسم تتويج بطولة الدوري التونسي. الافريقي يعود لمنصات التتويج كبطل الدوري بعد غياب 11 سنة. آخر بطولة من سنة 2015. رمز البطولة 2026 نسر مجنح مستوحى من نسر جبال خمير بالشمال الغربي التونسي. عين دراهم، مصنوع من البرونز، يزن 17 كيلوغرام، ارتفاعه 50 سنتيمتر وعرضه 58 سنتيمتر. هذا النسر باش تتعدى عليه صيفية غير عادية، صائفة من بنزرت إلى برج الخضرة، 925 كيلومتر عبر الطريق البري، من ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى قلب الصحراء الكبرى. كم سيرفع من مرة، كم من مناصر سيلتقط صورة معه، كم وكم 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 وكم. مراسم التتويج السيدات والسادة، السيد الصادق المراري وزير الشباب والرياضة، السيد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، السيد حسين جنيح نائب رئيس الجامعة التونسية، السيد عبد الحميد بوقديدة والي بن عروس، السيد محسن الطرابلسي رئيس النادي الافريقي، السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، كذلك الأعضاء الجامعيين منوبي ترودي، ريم البجاوي، ناجي شاهد، يتوجون أبطال تونس 2026 النادي الافريقي. اللاعب تلو الآخر، الفتيات، النساء، الرجال، الشيب، الشباب، الأولاد، حتى من الرضع هنا حاضرون في قلب العاصمة في رادس من أجل الاحتفال بهذا اللقب. هؤلاء هم الأبطال، هؤلاء هم أبطال تونس 2026 بقيادة الهداف كبيرهم الذي علمهم التسجيل في 25-26 وفي 24-25 فراس شوات. أجواء كبيرة في انتظار رفع هذا النسر. القبلة الأولى من بلال آية مالك، مع صورة أولى، مع ذكرى أولى، مع صور ستتكرر ومشاهد من هنا من رادس. برهان غنام مرافق الفريق، الإطار الفني والطبي وشبه الطبي والإداري للنادي الإفريقي، فوز البنزرتي المدرب، أحمد الطويري المساعد، عمار مبيغ المعد البدني،
رفقي الوسلاتي بدأ الموسم، قبيل بن عثمان مدرب الحراس، حسامة السلطاني مكلف بالتقييم والمتابعة والإحصائيات. فريق برئاسة الدكتور محسن الطرابلسي برهن هذا الموسم على أنه الأقوى والأجدر للتتويج بهذا اللقب، بهذا النسر، بهذه البطولة. غيث اليفرني نادي الافريقي كمجموعة كانت متكاملة متجانسة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة، لحظة رفع اللقب عاليا. انتظار وترقب شديد. مالك السعادة الحارس الثالث حسام حسن رمضان. أجواء هستيرية، أجواء غير عادية، فرحة كبيرة جدا في مدرجات ملعب رادس. النادي الافريقي اعلنها وكتبها، ختمها بعد ان دونها. هذه الجماهير التي حضرت من داخل وخارج حدود الوطن. نعم، القبعة لنسر البطولة، القبعة لرمز الدوري من لاعبي النادي الافريقي. أسامة بوقرة توج بهذا اللقب مع الترجي 2024-2025، يعيد الكرة هذا الموسم مع الجار النادي الافريقي تحت انغام كامبيوني. فرحة واجواء. شرف الدين عون في اول موسم، اول بطولة. سيدو خان. هكذا هي الاجواء، هكذا هي الفرحة في انتظار ساعة القبض على النسر الهارب من قلعة الشموخ والعز من 2015. اللحظة الحاسمة، اللحظة التاريخية، الرابعة بعد العاشرة بتوقيت الافريقي، الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد، الرابعة بعد العاشرة بتوقيت العاصمة. تفاعل لاعبي النادي الافريقي في انتظار اكتمال هذا المشهد ومرور بقية اللاعبين والإطار الفني. مبروك مجددا لجميع منتسبي النادي الافريقي. هذا غيث الزعلوني، هذا الذي كتبها بعنوان النادي الافريقي هذا الموسم، اعلنها ودونها ودخلت لتاريخ الدوري التونسي وارشيف الكرة المحلية. صور للذكرى. النسر سيحلق بعد قليل عاليا، نعم عاليا، في سماء رادس. فهد المسماري، أسامة الشريمي، تتواصل المصافحة للسيدات والسادة الموجودين على المنصة من أجل تتويج النادي الافريقي بهذه البطولة. محمد الصادق قديدة، دور مهم جدا خاصة كبديل في الأوقات الحاسمة في المباريات الصعبة كمباراة صفاقس في الكلاسيكو ومباراة الدربي أمام الترجي الرياضي التونسي. دور كبير لمهدي ميلاد نائب الرئيس. والدور الأكبر يبقى لجمهور النادي الافريقي، جمهور العقلية، عنوان المفا والانتماء والإخلاص في موسم عانق فيها النادي الافريقي تاريخ العز وحلق للفخر مجدا باجتهاد كبير للاعبين. غيث الصغير، احمد الطويري المدرب المساعد. الصورة تلو الصورة، المشهد تلو المشهد. فوز البنزرتي قائد الأوركسترا، مهندس هذا اللقب. يا لا من صورة تجمع السيد فوز البنزرتي مع السيد الصادق المورالي وزير الشباب والرياضة. فوز البنزرتي مسيو تيتر، سيد الألقاب والبطولات، صانع المعجزات، عراب التتويجات والنجاحات التونسية. أينما مر، أينما حل، ترك أثرا طيبا ورفع الألقاب مع الترجي، مع النجم الرياضي الساحلي، مع النادي الافريقي. اقتربت ساعة الصفر، نعم اللحظة الحاسمة، مشهد يصافح عبره النادي الافريقي ماضيه الجميل بحاضره المشرق للكلوبستية العقلية بطلا لتونس 2026. النادي الافريقي يجلس على عرش السلطة الكروية التونسية. ألف مبروك للنادي الافريقي،
وهنيئا لجميع منتسبي بهذا اللقب، في انتظار أن يرفع معتز الزمزمي هذا النسر عاليا 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 عاليا، وهو يتقدم إلى بقية زملائه واحدة 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 واحدة، يشيل النسر، يشيل البطولة، يتقدم من أجل رفعه في سماء العاصمة، في سماء رادس. هكذا هي الأجواء. نعم، ألف مبروك، ألف 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 مبروك. ليلة حمراء وبيضة، ليلة تاريخية في العاصمة التونسية. الاحتفالات مستمرة، والوجهة القصبة باب جزيرة الصباغين باب جديد. أي ليلة في الانتظار لجماهير النادي الأفريقي الكبيرة. مشاهدينا المحترمين الأوفياء دائما وأبدا لقنوات الكأس الرياضية، شكرا لكم جميعا على المتابعة والمشاهدة. شكرا لجميع الأندية بالدوري التونسي على المتعة الكروية التي عشناها معهم طيلة هذا الموسم 2025-2026. الدوري كان جميلا وللأشطر في الخواتيم. ألف مبروك لهؤلاء الأبطال. لكل زمن حكاية، ولكل حكاية عبرة، لكل موسم بطولة، ولكل بطولة عبرة. أبطال تونس 2026، تونس حمراء وبيضة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء. أعود بالصوت والصورة إلى الزميل هيكل الشعري مع مواصلة متابعة هذه الصور والمشاهد واحتفالات النادي الأفريقي بهذا اللقب، بطولة الدوري 2026 للمرة الرابعة بعد العاشرة بتوقيت باب جديد. شكرا.